هل كنت تعلم أن انتقال كانسيلو إلى برشلونة حدث دون علم مانشستر سيتي؟ وهل يمكن أن تصدق أن العلاقة بين الفريقين في أسوأ الأحوال رغم الصفقات التي تمت في الصيف الحالي؟ الحقيقة أن العلاقات بين مانشستر سيتي وبرشلونة وصلت إلى أسوأ مستوياتها في الوقت الحالي رغم ضم البارسا غوندوغان وكانسيلو من صفوف السيتي. وكلمة السر هو لامين يامال الذي أحرج غوارديولا وتسبب في أزمة كبيرة. تعقدت الأمور بين برشلونة ومانشستر سيتي، وأصبح الإسباني بيب غوارديولا المدير الفني للنادي الإنجليزي في موقف حرج مع ناديه السابق الذي بدأ فيه التألق لاعباً ومدرباً. برشلونة حصل على خدمات الألماني غوندوغان بشكل مجاني قادماً من مانشستر سيتي قبل أن يتم ضم البرتغالي كانسيلو قبل غلق سوق الانتقالات الصيفية مباشرة. ورغم هذه الصفقات إلا أن العلاقات بين مانشستر سيتي وبرشلونة في أسوأ حال على الإطلاق، وكلمة السر في هذا المغربي الأصل لامين يامال والبرتغالي برناردو سيلفا. تعقدت الأمور بعدما رفض غوارديولا ومانشستر سيتي منح برشلونة كانسيلو في الموسم الماضي وفضلوا إعارته لبايرن ميونخ، رغم أن برشلونة كان قد ودع دوري أبطال أوروبا ولم يكن منافساً للسيتي. بعد ذلك طلب برشلونة التعاقد مع البرتغالي برناردو سيلفا من صفوف مانشستر سيتي، لكن غوارديولا رفض رحيله بشكل قاطع لتزيد الأمور تعقيداً بين المدرب وبرشلونة الذي قضى فيه 4 سنوات مديراً فنياً محققاً إنجازات كبيرة. الأمور وصلت إلى أن إدارة برشلونة أتمت التعاقد مع كانسيلو بالتفاوض مع وكيله خورخي مينديز فقط دون أي تواصل مع إدارة مانشستر سيتي. النقطة الفاصلة والتي وصلت بالعلاقات إلى هذا الحد ما وصل لإدارة نادي برشلونة بشأن سعي غوارديولا ومانشستر سيتي للاستحواذ على عدد من المواهب الشابة لدى النادي الكتالوني، وعلى رأس هذه المواهب المغربي الأصل لامين يامال وكذلك إليخاندرو بالدي، رغم علم غوارديولا بالظروف الصعبة التي يعيشها نادي برشلونة في الوقت الحالي. العلاقات بين مانشستر سيتي وبرشلونة كانت قوية للغاية على مدار السنوات الماضية، وخصوصاً مع تولي غوارديولا قيادة الفريق الإنجليزي، إلا أن هذه المواقف تسببت في حالة كبيرة من التوتر. العلاقات المميزة بين الفريقين كان سببها كذلك وجود تشيكي بيغرستن في منصب مدير الكرة في مانشستر سيتي، والذي بدأ مسيرته الإدارية تحت قيادة خوان لابورتا في برشلونة بين عامي 2003 و2010، كما عمل الرئيس التنفيذي للسيتي سوريانو نائباً للابورتا في برشلونة بين عامي 2003 و2008. برشلونة في الوقت الحالي يعتمد بشكل أساسي على العناصر الشابة، وعلى رأسهم لامين يامال الذي وجد لنفسه مكاناً في التشكيل الأساسي بعد التألق الكبير مع رحيل عثمان ديمبلي، وكذلك كان سبباً في رحيل عبد الصمد الزلزولي.